أهلا بيكم فيلكومن في قناتنا دويتشه ميد فيا. النهاردة هنتكلم عن das. ايه استخداماتها وايه الفرق بينها وبين weil وdas. نبدأ بداز. هي أداة من أدوات الربط في الجمل الألمانية، بتوضح إن الجملة اللي بعدها هي جملة فرعية، ويعني بنربط بين جملتين متكاملتين عشان يكونوا جملة واحدة، وهي زي أن في العربي بالظبط. البايشبيل بتاعنا أو الأمثلة بتاعتنا رقم 1: Ich denke dass du recht hast. أعتقد إنك على حق. التانية: Sie glaubt dass es regnen wird. تعتقد إنها هتمطر. Wir hoffen dass du bald kommst. نأمل أن تأتي قريبا. meint dass das schwer ist. هو يعتقد إن هذا صعب. Sie sagt dass sie müde ist. لو بصينا للأمثلة هنلاقي زي ich denke, sie glaubt, wir hoffen, meint, sie sagt. لما تتقال لوحدها مش هنفهمها زي أعتقد، تعتقد، نأمل، فلازم في جملة تانية بتوضح معنى الجملة الأولانية، والجملتين لازم يتربطوا مع بعض. فهنربطهم بإيه؟ هنستخدم does. ما تنساش إنك تحط الكومة بعد الجملة الأولى مباشرة. خلاص احنا كده فهمنا داس، وبنستخدمها لما يكون هناك احتياج لربط جملتين مع بعض بطريقة عشان نخلي الجملة التانية هي توضيح وتفسير للجملة الأولانية اللي اتقال فيها. ايه بقى الفرق بين داز وفايل؟ فايل يعني لأن، وبنستخدمها لذكر سبب الفعل أو الدافع أو الحاجة اللي اتقالت في الجملة الرئيسية. أما داز فبنستخدمها لتوضيح الجملة الرئيسية، فبدون الجملة الفرعية الجملة الرئيسية ملهاش أي معنى. فمثلا لو قلنا sagt فملهاش معنى، فاللي هيسمع هيسأل was sagt يعني ماذا قال أو ماذا قال. Beispiel على weil: Ich bin müde weil ich früh aufgestanden bin. أنا متعب لأنني استيقظت مبكرا. تاني واحد: Sie ist glücklich weil sie die Prüfung bestanden hat. هي سعيدة لأن هي اجتازت الاختبارات. Wir gehen nicht aus weil es regnet. ما بنخرجش لأن هي بتمطر. ist traurig weil sie gegangen ist. هو حزين لأنها ذهبت. Sie ist wütend weil zu spät gekommen ist. هي غاضبة لأنها أتت متأخرة. نلاحظ هنا من الأمثلة إن الجزء الثاني من الجملة هو اللي تسبب في الجزء الأولاني، زي مثلا ich bin müde، أنا متعب. ليه؟ عشان أنا استيقظت مبكرا. ich früh aufgestanden bin. وزي مثلا she is glücklich ليه؟ لأن هي اجتازت الاختبارات. sie die Prüfung bestanden hat. وصلت؟ إيه بقى الفرق بين does وداز؟ does هي أداة التعريف للأسماء المحايدة، زي مثلا das Auto السيارة، أو ضمير إشارة من الضمائر الإشارة دي demonstrative Pronomen في اللغة الألمانية، وبنستخدم للإشارة إلى شيء محدد، بينما does بتاعتنا تستخدم لربط الجمل. وهو ده الفرق الأساسي اللي بين does وداز. أمثلة على demonstrative Pronomen does زي das ist mein Haus، هذا هو بيتي. Das ist dein Auto، هو سيارتك. Das ist ihre Tasche، هذه حقيبتها. Das ist unser Lehrer، هذا هو معلمنا. Das ist ihr Buch، هذا هو كتابها. أمثلة تانية على استخدام das: Ich glaube dass kommt. أعتقد إنه سيأتي. أعتقد إيه؟ إنه هيجي. Sie denkt dass sie gewinnen wird. هي تعتقد إيه؟ إن هي هتفوز. sagt dass es regnen wird. يقول إنها هتمطر. Wir hoffen dass wir pünktlich ankommen. نأمل أن نصل في الوقت المحدد. يعني نأمل إيه؟ إن إحنا نوصل في الوقت المحدد. Du denkst dass du recht hast. أنت تعتقد إنك على حق. خلصنا كده النهاردة، وأتمنى تكون المعلومة وصلت لكم، ونشوفكم في حلقة جاية من دروس تعليم اللغة الألمانية. واللي مشتركش معنا في القناة يشترك، لأن في مواضيع كتير قوي هتساعدك في تعلم اللغة الألمانية. تشوس وأوف ويدرسين.